ولد الغينية خوتي لامين يامال بعد ما اختار بأنه يمثل المنتخب الإسباني، وقام المدرب ديال المنتخب الإسباني بالاستدعاء ديالو لأول مرة مع الفريق الإسباني. فاش كان جاي في السيارة اللي كيجيو فيها اللاعبين ديال المنتخب الإسباني المقر فين تيكونوا اللاعبين وكيتجمعوا يديروا التجمعات ديالهم، ناضوا كيسولوا فيه في السيارة شي أسئلة كي علاش اختاريتي المنتخب الإسباني، وراكم عارفين شنو كاين. وفي اول تصريح رسمي اخوتي ديال ولد الغينيه قالوا لي علاش اختاريت المنتخب الاسباني، قال لهم انا كنت دائما لاعب المنتخب الاسباني قبل من 15 سنه، وكنت واضح بانني باغي المنتخب الاسباني وباغي نربح جميع الالقاب، وباليورو بكاس العالم باي لقب جا قدامنا. هاد القيمه اخوتي اللي عطاوه المغاربه والتنفاخ اللي عطاوه في لي كومونتير اخوتي، راه الجمهور ديال الاسباني وما عطاهش ليه. تقلبوا في المنشورات ديالو تعاليق، ما كاينش مثل. صعيب باش تلقى اسباني واحد كاتب لي شي تعليق، صعيب. سير قلبوا نتوما وشوفوا واش كاين شي تعليق ديال مشجع اسباني. غتمشي وغتلقاو غير التعاليق ديال المغاربه، كلهم تعاليق ديال المغاربه. تقول لي ولد بلادنا وراكم عارفين. انا خوتي ما مشيتش وبقيت تنعلق لي في دوك التعاليق، لانه كنت عارف ان النوع هذا بين من وجهه، من الصفه ديالو كيبان لك بانه غيمشي يمثل المنتخب الاسباني. وصراحة أنا خوتي عمرني شفت شي لاعب كيلعب البارسا ومثل الأصل ديالو المنتخب بلادو وكان راجل. ما شفت أنا هادي. كاع اللي تمثلوا فريق برشلونة كيمشيو لإسبانيا ديريكت، إلا فريق ريال مدريد أخوتي كاين تج الرجال أخوتي كيختاروا الأصل ديالهم. ما كيقولش ليهم لا نتايا لعبتي لمدريد خاصك تختار إسبانيا، ما كايناش هادي. ريال مدريد تطلع الرجال اخوتي، داكشي علاش ما كاينش اللي كيتحكم في ريال مدريد. المثليه الشركات الكبار ودوك اللي تيبغيو يلوثوا الفروق وداكشي ما كاينش اللي كيتحكم فيها. بيريز اخوتي رئيس ريال مدريد دير خدمه اللي كبيره بزاف، وداك داك سميتو الفريق ديال ريال مدريد دير عليه جدار بحال هكا، ما كاينش اللي يقدر يحطم داك الجدار. دايرو بالقوانين ديالو، هو داكشي اللي كيبغي، ماشي القوانين ديالهم هما. ما كيخليش بانه شي حاجه خارجيه تحكم ليه بالفرقه ديالو. هادشي اخوتي علاش كتشوفوا اللاعبين ديال ريال مدريد ديما مركزين، ديما فرحانين، لانه بيريز الرئيس ديالهم عارفين بانه راجل ومتحكم في الفرقه مزيان، وعارف بانه ما يخلي حتى شي واحد يأذيهم بشي حاجه. والنيت اخوتي التصريح اللي قالت السيد هذا، قال لك بانه انا مش حاله دينا بغي نمثل اسبانيا وبغي ندي مع الالقاب وداكشي. فكرني غير في واحد السيد اخوتي، غنوريكم التصويره ديالو دابا. فكرني اخوتي غير في هذا، راكم عقلتوا عليه، منير الحدادي اخوتي مثل المنتخب الاسباني، دار غير غلطه حياته ندم عليها حياته كامله. وشنو قال لك فاش اسبانيا ما تعيطش عليه شي مباراه ولا شي حاجه، تقول ليه واش غادي تمثل المغرب، تيقول لهم لا انا غنمثل ديما اسبانيا، واللي فات ترجع الزمان لور غنختار اسبانيا. يلاه هي اسبانيا دابا قلب عليها قول لها تعتق. في الاخر اخوتي حطماتو البارسا، جرات عليه وجراو عليه ثاني من المنتخب الاسباني. وعقب المغرب كيسحابوا عنده باقي عنده في رجليه، جابوه للمنتخب المغربي داروا فيه خير. ساعتي صابو صافي سالا، قتلوه. ما صافي ما بقى هاد السيد ما يعطي. كون كان في خير، كون مثل بلادو، كون راه باقي كيلعب في الطوب ديال النيفو ديالو، كيلعب في فرقه كبيره بحال اشرف حكيمي، وكيلعب بحال نايف اكراد، بحال بزاف ديال اللاعبين المغاربه. اما اللي كيختار بلاد استعمراتو وبلاد ماشي بلادو، راه غتبقى تشوف فيك ديما داك اللاعب المغربي الافريقي اللي ما كتنتميش للاوروبيين. واحسن حاجه خوتي قال والد ركراكي في الندوه الصحفيه ديالو، قال لك اللي باغي يمثل المنتخب ديال المغرب مرحبا به، يمثل بلادو حنا فرحانين به. واللي يمثل منتخب اخر وبغى يرجع للمنتخب المغرب ما بقاش يحلم بها، ما عمرو غادي يرجع لهذا المنتخب ولا يحط رجلو فيه. من الاخر اخوتي احسن حاجه قال الوالد الركراكي، لانه كما كيقولوا عزها تعزك. بغيتي العز اختار بلادك، تصيب ولاد بلادك ديما واقفين جنبك يدافعوا عليك في اي حاجه. اما لو بغيتي تختار بلادات الناس، راه باينه غادي غيوفوا ضدك بحال ما كون، ما غتلقاش اللي غيعاونك، ما غتلقاش اللي غيساندك. والمنتخب المغربي الحمد لله واقفين مع الرجال ديالو، ما كنتسناو الخير من حتى شي واحد. ولاد بلادو طلعوه وداروا ليه الشام. وانتم كما تشوفوا المرابط اخوتي اللي كان دافع على المنتخب المغربي في كاس العالم، هزو فوق كتافو، او الحمد لله ربي نصرو
هو مشى لمانشستر يونايتد، الفرقة اللي كيحلم بها. والله يحفظو اخوتي، وكنتمنى له التوفيق مع الفرقة ديالو. هادشي اللي كاين، وتحياتي ليكم.